هنا في نادي الجيش كما ذكرت. عبد الرحمن أبكر رفع اللقب، وسام رزق رفع اللقب أيضا، وهو القاسم المشترك بين الناديين اليوم. سيدو كيتا يبحث عن اللقب، واليوم تشافي هرنانديز أيضا هو الآخر يبحث عن أول ألقابه إلى جانب نادي السد، وهو يلعب في المسابقات المحلية إلى جانب نادي السد. خسر مع مسابقة الدوري في نهاية المطاف. وخط الثلاثة رزاق حمد الله اللاعب الهداف والماكينة التهديفية، وبغداد القوة لبغداد والمجد للزعيم. القوة لبغداد والمجد للزعيم. بغداد منجح يسجل الهدف الأول. بغداد منجح يفتتح التسجيل في المباراة النهائية. الذيب عوى والذيب عوى، وبغداد سجل ونجح في التسجيل في المباراة النهائية. شوف الكرة مرة ثانية ما فيها اوفسايد، الكرة إلى بغداد، استقبال ممتاز، والكرة بالقوة، والكرة بالقوة، والقوة بغداد والمجد للزعيم. والكرة في المرمى يسجل منها بغداد بنجاح الهدف الأول لمصلحة الزعيم. يتقدم السد بهدف لا شيء في المباراة بشوطها الأول. 1-0 إذن المباراة لمصلحة السد في شوط المباراة الأول. بغداد بنجاح تعامل كبير وتعامل رائع جدا واكثر من رائع مع الكرة الماضية، سجل فيها هدف الأسبقية لفريق محاولة المرور، والكرة ملعوبة إلى الأمام. يا رشيدوف يسجل التعادل الممتاز. رشيدوف حط الكرة في الشباك، الأوزبك يتعامل معها بأفضل ما يمكن كما ينبغي، وسجل الكرة في الشباك. هدف تعادل. البطولة الرفيقة، البطولة الصديقة للجيش، لا يخسرها الجيش بهذه السهولة. الكرة ملعوبة إلى الأمام ما في أوفسايد. يا سلام على التحرك الإيجابي من رشيدوف، يا سلام على التحرك الكبير من النجم الكبير رشيدوف. جاء ليؤكد على العلاقة الوثيقة والعلاقة الكبيرة والصداقة المستمرة ما بين الجيش ولقب كأس قطر، بأن هذه العلاقة لا يمكن أن يفسدها السد، لا يمكن أن يفسدها السد. يسجل التعادل رشيدوف، وتعود المباراة مرة أخرى إلى نقطة البداية بهدف التعادل عن طريق رشيدوف. الكرة ملعوبة. رشيدوف يذكر السد بأنه الجيش حينما وصل المباراة النهائية لهذه البطولة 3 مرات، 7 بشكل عام، فقط 2 داخل منطقة الجزاء، واحدة منها في الياردات ال6. كرة ملعوبة للسد، وحمرون هي كذا ما تجي إلا بالقوة. الله، هذه المرة ما تقدر عليها، ما تقدر يا خليفة. صدقني ما تقدر. حمرون يصرخ الأسد. والثاني للسد، الثاني للسد في المباراة. الذيب لا منه عوى جاوبه ذيب، والسد لا من دعاه جمهوره يستجيب. حمرون حط الثاني في المباراة. تقدم السد مرة ثانية في المواجهة، والكرة ملعوبة إلى الأمام، واصلة ثواني أخيرة. المباراة قاربت على النهاية، وفي هذه اللحظات نعم أيها السادات والسادة، أطلق حكم المباراة صافرته السيد خميس الكواري عن نهاية هذه الموقعة، عن نهاية عادة الشيخ جعان بن حمد. الآن يبدأ التتويج لصاحب المرتبة الثانية نادي الجيش، الذي قدم ما عليه أبلى بلاء حسنا. قدموا مباراة كما يجب وكما ينبغي، لكن في الأخير لابد هناك من بطل. السد أعتقد أنه قدم المهر لهذه البطولة واستحق الفوز بهذه البطولة. لاعبي الجيش واحدا تلو الآخر يتوجهون للسلام على سعادة الشيخ جعان بن حمد
وتلقي الميداليات الفضية بهذه المباراة بدورة يبارك لهم الحضور، ونحن نبارك لهم الحضور إلى هذه المباراة، والسلام على سعادة في هذه المواجهة وفي هذه اللحظات في مراسم التتويج بعد نهاية المواجهة. راشيدوف الذي أعاد فريقه لكنه لم يصمد فريقه في شوط المباراة الثاني، عاد ليخسر مرة أخرى. عبد الرزاق حمد الله الذي لم يظهر إلا في لحظات الختام من هذا العام بعد أن تغيب في عام كامل. عبد الرزاق حمد الله هذا العام عن صفوف نادي الجيش. الجابري الذي حضر في آخر دقائق شوط المباراة الثاني. الكل يصل إلى منصة التتويج من أجل أن يصافح سعادة الشيخ جوعان بن حمد ويتلقى منها التهنئة والمباركة على ما قدم في هذه المباراة، والمواساة على الخسارة. ليست نهاية مطاف، كل لاعب في نهاية الأمر. وحب خشم يا سيدو كيتا، كل لاعب بعد نهاية المطاف إن كان قد خسر في هذه البطولة، وإن كان لن يحصل على فرصته في البطولة القادمة، وكل الأمور بيد الله عز وجل، ستبقى عنده فرصة في فرق أخرى مع الأعوام القادمة. كرة القدم تدور ولا تتوقف، وبالتالي أمام عمل كبير وطموحات كبيرة، خصوصا بالنسبة لكثير من لاعبين الجيش. سيدو كيتا قد يكون في مراحل الأخيرة مع كرة القدم في مراحل الأخيرة في علاقة مع كرة القدم. الجهاز الإداري بنادي الجيش من الأجهزة الاحترافية جدا، يتلقى التكريم من راعي هذا المحفل، من راعي هذا المساء، وكل الرياضيين يقدمون لسعادة الشيخ جوعان بن حمد الثاني كل الشكر والتقدير على هذا الحضور والرعاية الكريمة لهذه المباراة ولهذه المنافسة. من شأنها أن تجعل الرياضيين دائما في سباق من أجل المواصلة في النجاح. السد يتقدم الآن إلى منصة التتويج، المنصة الصديقة، المكان المفضل لنادي السد. هنا يقع السد. تسأل عن السد وعنوانه، فتش في منصات التتويج وتلقى مكانه. هذا هو المكان المفضل الذي يقف فيه السد. إبراهيم ماجد يأتي لتلقي الميداليات الذهبية، وهنا لاعبي السد يتلقون التبريكات والإشادة على ما قدموه في هذه المباراة مع الميداليات الذهبية بعد فوزهم في مباراة اليوم، المباراة النهائية. حمرون الذي سجل هدف الانتصار وحسم الموقع في هذه الليلة في هذا المساء، حمرون الذي سجل الهدف الثاني، حمرون الذي نال على جائزة أفضل لاعب في المباراة. وسعد الدوسري برأيي أنه أيضا كان يستحق أن يكون اللاعب الأول. سعد الدوسري قدم مباراة كبيرة، لكن هكذا هم حراس المرمى ومحاور الارتكاز نسيا منسية في كرة القدم في كثير من الأوقات. اللاعبين واحدا تلو الآخر، جاسر يحيى الواحد تلو الآخر يتشرفون بالسلام على سعادة الشيخ جوعان بن حمد وتلقي الميداليات الذهبية والتهنئة والمباركة من سعادته. حامد إسماعيل اللاعبين على التوالي يصلون للتتويج، وجمهور السد عينه على تشافي إرنانديز الذي أخيرا توج بلقب إلى جانب نادي السد في هذا العام، كما توج راؤول غونزاليس الطرف الآخر، الطرف المدريدي في كلاسيكو إسبانيا. الكلاسيكو حاضر في السد، الكلاسيكو حاضر في السد، وتشافي إرنانديز يأتي ليتوج هو الآخر هذا المساء بلقب إلى جانب نادي السد. يسجل إلى جانب 28 لقب حققها تشافي إرنانديز، 25 على مستوى البطولات مع برشلونة، على مستوى نادي برشلونة، و3 ألقاب مع
منتخب الماتادور الإسباني. اللحظات تقترب الآن للتتويج باللقب. الجهاز الفني والإداري والطبي في نادي السد أيضا هو الآخر يتلقى التكريم. حق عمل كبير جدا يبذلونه، والسد مؤسسة رياضية متكاملة، عمل جبار يجعل السد دائما وأبدا في الطليعة، يجعل السد دائما وأبدا في الطليعة. فريق كل الأجيال، فريق كل الأجيال نادي السد، لا يوجد جيل غاب عن عينه. تتويج لنادي السد بالذهب. شافي يأخذ الخطوات ويقترب أكثر فأكثر إلى المنصة ويصطحب مع حسن الهيدوس. وفيريرا يا أخي ما تكتفي أنت توجه في الملعب وتوجههم كيف يشيلون البطولة، فيريرا حتى في البطولة يوجه اللاعبين، وحتى في رفع الكاس يعطيهم توجيهات الأخيرة. فيريرا يتلقى التكريم وينظر لهم زي ما قلت لكم وزي ما اتفقنا. شافي هرنانديز يصافح سعادة الشيخ جوعان بن حمد إلى جانب حسن الهيدوس، والاثنان يتشرفان بالسلام عليه ويتعازمون، كل واحد يقول أنت تشيل البطولة والكاس بين الاثنين. الهيدوس هرب وترك الأمر لشافي هرنانديز. أخلاق يا هيدوس، برافو عليك يا حسن. والآن يشارك مع فيريرا، وخطة فيريرا نجحت في الملعب وخطته نجحت في المنصة، والسد لقب بين شافي والهيدوس وفيريرا. ألف مبروك السد، اللقب رقم 66 بتاريخه. ألف 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 مبروك لأنصار وعشاق السد هذا التتويج الجديد وهذه البطولة الجديدة التي يفوز بها نادي السد. ومبروك أيضا لأخي محمد غانم العلي هذا الإنجاز، لأني أعلم بأنه يقف على أمور كثيرة وعمل كبير.